شيخ العمود وأهل العلم أحياء. تاريخ الأمويين والعباسيين مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 9، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 3 من فبراير عام 2018 من الميلاد، الموافق 17 من جمادى الأولى من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد بقتل مروان بن محمد في مصر نستطيع التاريخ بسقوط الدولة الأموية وقيام دولة بنو العباس في المشرق. طبعا احنا بنقول دايما سقوط دولة بنو أمية في المشرق. ليه؟ لأنه الدولة قامت 132، انهارت 138 كان عبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن عبد الملك وصل الأندلس وأقام إمارة مع الوقت تتحول لخلافة أموية منفصلة. فهي سقوط دولة بنو أمية في المشرق، وهيعقبها بعد 6 سنوات أثناء خلافة أبو جعفر المنصور في العباسي قيام الإمارة الأموية في الأندلس. طبعا الدولة الأموية، أيوة الحمد لله على السلامة. احنا كنا وصلنا فين آخر حتة المرة اللي فاتت؟ قولي كده. أخذنا شوية من الدولة العباسية. أيوة لغاية فين الدولة العباسية؟ أول 100 سنة. لا والله؟ أخذنا شوية كتير. كويس. أنا كنت صح عشان بدي الدولة بدي تاريخ 1 تاريخ 2 فبيدخلوا في بعض. أول 100 سنة. حتى قلت لنا إن هم 4 عصور. عصر القوة. هو عصر القوة والباقيين. طيب تمام. الدولة بوصول أبو العباس لسدة الخلافة العباسية تقريبا تم إعلان الخلافة العباسية. الخلافة العباسية بقيامها قامت على عدة ملفات أو عدة أخطار. الخطر الأول خطر الجبهات المشرقية، الصين والدول اللي استشعرت ان في مشاكل على الخلافة في الداخل فاجتاحت بعض الحدود الشرقية الإسلامية. البيزنطيين نفس الحكاية، الحركات الخارجية نفس الحكاية، البيت آل البيت نفسهم اللي هم متطلعين للخلافة، لأن كانت الدعوة العباسية في بدايتها ليست الدعوة لخلافة بنو العباس، كانت الخلافة للرضا من آل محمد، فأي حد من آل البيت. فعندنا علويين وعندنا خوارج وعندنا أمويين متوسمين للعودة مرة أخرى للخلافة اللي تبقى من بني أمية، وعندنا الحدود المشرقية والحدود الرومية. بالإضافة لده الحركات الباطنية، ودي هتكثر جدا في الخلافة العباسية. كده كتاب حضرتك قدامنا نقراه تدبين النهاية ثورة شيعية. هم دايما الناس بيطلقوا على بني العباس شيعة أهل السنة. ليه؟ لأن هم نفس الدعوة الشيعية، المهدي المنتظر، ويعني هو اللي نجحهم كم كبير جدا من المرويات المدسوسة التي دسوها بين الناس ان هم ده المهدي المنتظر، واللي هم العدل ويملأ الارض عدلا بعد ملء اجاره. ده كان الاشاعات اللي هم بيشيعوها، ووضعوا احاديث كثيره بهذا المعنى. خلاص، لكن فده يشبه تماما الجانب الشيعي. لكن اللي يفرقهم عن الشيعة ليه بنقول ان هم شيعة اهل السنه؟ فين الجانب السني اللي فيهم؟ عدم الوقوع في بقيه الصحابه، وعدم سب الصحابه، وعدم تكفير الصحابه، وهكذا. هو ده، وقبول العام للاحاديث وبتاع، يعني هو ده. لكن هم فكره ان الامامه تكون في ال البيت، واحقيتهم بالخلافه، وانتظار مهدي المنتظر، وعقيده الانتظار، كل ده والسريه في الدعوه، كل ده في نفس شيعي. خلاص، عشان كده كثروا جدا عليهم نفس الدعاوى. يعني ايه؟ العلويين خرجوا عليهم من آل البيت من جوه كثير. يعني احنا هنقعد لغايه ما ينتهي العصر العباسي الاول. يعني احنا العصر العباسي الاول بيبدا من 132 بينتهي 232. كل ده خروجات، خروجات ايه؟ علويه. يعني العلويين بيخرجوا وبيقتلوهم العباسيين، والاثنين آل البيت. الفكره انه والتاني برضه بيبشر بنفسه ان هو المهدي المنتظر، وكثير منهم بيتسموا بنفس الاسم. يعني محمد بن عبد الله زي محمد النفس الزكي. احنا عندنا
سيدنا الحسن، حد من ابنائه اسمه عبد الله. عبد الله ده تحت واحد اسمه كام واحد بقى؟ الأربعة مشاهير، والثلاثة تقريبا خرجوا، والثلاثة منهم قتلوا، وواحد هتقوم لي دولة بعد كده، بس هتقوم لي دولة في المغرب. فعدي سيدنا الحسن ابن عبد الله، أول واحد محمد بن عبد الله النفس الزكي، وإبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن هيخرج برضو على أبو جعفر المنصور، وإدريس ده هيقتل في المشرق، وأولاده هيقيموا دولة الأدارسة العلوية في المغرب، وتظل دولة قوية من فترة طويلة يعني. فهم العلويين في اقتتال دائم مع بنو العباس، وده هيستمر فترة. خلاص. فخلاصة العصر العباسي الأول اللي هو استمر من 132 ل 232، احنا عندنا كام خليفة عباسي؟ عندنا أبو العباس اللي هو السفاح، والسفاح من سفح المال يعني مش من القتل، واللي كان متسمي بالسفاح على القتل يمكن عمهم اللي هم قتلوه، اللي هو عبد الله بن علي، قتل أبو جعفر المنصور، قتل عمه يعني فأبو العباس المنصور، أبو العباس السفاح، وأبو جعفر المنصور. وبعد المنصور هيجي ولاده اللي هو ابنه المباشر، والمفروض يجي واحد اسمه عيسى بن موسى بعده، بس أبو جعفر المنصور هينازعه يعني، وهيهدده وهيصرفها في أولاده. فهيجي محمد المهدي، وبعد كده أولاده موسى الهادي، وبعد كده هارون الرشيد المشهور، وبعد كده أبناء هارون الرشيد اللي هم الأمين والمأمون والمعتصم ورا بعض، وبعد كده الواثق. كده بينتهي العصر العباسي الأول من 132 ل 232. خلاصة العصر العباسي الأول ايه اللي موجود زي ما هو من أيام الدولة العباسية والجديد؟ واحد، ان مسألة مركزية الخلافة ما زالت. الله أكبر الله أكبر. مسألة مركزية الخلافة في المشرق ما زالت موجودة في بنو العباس. العروبة ان الخليفة عربي ولسه بيحكم، وان الخليفة متنفذ يعني خليفة حقيقي، يعني يضع أناس ويرفع أناس ويقاتل وليه هبة يعني زي ما بيقولوا كده. خلاص. فما زال في العصر العباسي فكرة. طبعا الدولة العباسية يا اخوانا يعني اجمالا كده يعتبر هي اهم حقبة على الاطلاق في التاريخ الاسلامي. ليه؟ يعني كل الفرق ظهرت فيها، وكل تدوين العلوم كان فيها، وكل ائمة الاسلام المجتهدين كانوا فيها. فابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كانوا في الدولة العباسية. منهم من ادرك اواخر بنو اميه، اوائل بنو العباس، زي ابو حنيفه وزي امام مالك. لكن الامام الشافعي خلاص ولد في العصر العباسي، ولد 150، فخلاص احمد في العصر العباسي، ابو حنيفه ومالك فهي كل الحركات والفرق الباطنيه ظهرت في خلافه بنو العباس. كل حاجه تقريبا كان في عصر بنو العباس. معظم التشكل، صعود النخب العجميه اللي صدت الحكم كان في عصر بنو العباس. يعني اخر فتره المعرب حكموا في خلافه مركزيه في عصر العباسي الاول. بعد كده هتفضل العباسيين بالاسم الخليفه عباسي وعربي، بس ما بيعملش حاجه يعني عشان بس نبقى واضحين. خلاص. بوفاه الخليفه الواثق، هو توفي 232 تقريبا، بينتهي العصر العباسي الاول. ايه الناتج لينا بقى؟ السمات اللي هتخرج من بنو العباس. واحد، ان في عنصر تم الاستعانه به من قبل بعض الخلفاء اللي هم الامراء الترك مقاتلين. عنصر عجمي تركي مقاتل. العنصر ده هيتبين من خلال اخر سلوكيات لبعض الخلفاء. المعتصم كان بيحب جدا الترك. ليه؟ هو المعتصم مقاتل شديد جدا وخشن جدا وبتاع، فالمقاتلين الاتراك كانوا عاجبينه جدا، فاستعان بكم كبير منهم وتوسع فيهم واعطاهم سلطات تنفيذيه عاليه.
وهيحصل بقى من ايام الواثق كده ان هيحصل فيه فكره ايه، احساس الجند او العسكر ان هم ايه ده لحظه احنا اللي بنعمل كل حاجه واحنا اللي بنحارب، وان السلطه السياسيه او مش فيهم حاجه، ده احنا اللي بنأمر وبننهى واحنا اللي معانا قوه الجند واحنا اللي بيطيعنا الجند وهكذا. فيتنبهوا لده. فواحد فكره صعود العنصر العجمي في اخر الخلافه العباسيه اللي هم الامراء الترك ده واضح جدا. اثنين، فكره بدء ظهور فكره الامارات المنفصله. الخليفه العباسي ده قاعد في بغداد، ابو جعفر المنصور هو اللي بنى بغداد. من هو بيحكم في بغداد في الاماره الامويه منفصله من 138 عبد الرحمن الداخل بيبعت له حد ينكد عليه هناك ويبعت له ناس تحاربه وبتاع، بس مش قادر يعمل معاه حاجه وتستمر الخلافه الامويه ما حدش يقدر يعمل لها حاجه خلاص. ففي اماره منفصله في بني اميه، ففي خليفتين، في مش خليفتين، خليفه وامير، في واحد منفصل. اثنين، من اول مثلا هارون الرشيد، احنا ابو جعفر محمد المهدي، ولاد محمد المهدي اللي هم موسى الهادي وهارون الرشيد، ادي هارون هنا هارون، شوف لسه بدري خالص اهو. هتبدا فكره الاطراف المشرقيه والاطراف المغربيه يحصل فيها ايه؟ خلخله. كل خلخله هينظر هارون الرشيد في حد قوي ويبعته ايه؟ انا هيلاقي قلاقل في المغرب كده، فيبعت لهم واحد اسمه ابراهيم بن الاغلب، هيقول له ايه؟ يعني حاول تظبط المنطقه دي، فيظبطها فيديها له في نسله، فتقوم الدوله الاغلبيه. محمد بن الطاهر عنصر قوي في الداخل وبتاع، اقول له في مشاكل في منطقه بلاد ما وراء النهر والمناطق الفارسيه، تظبطها تقوم الدوله الطاهريه. اول ما يحس ان هو ينفصل عنه واحد اسمه ابن الصفار، هارون الرشيد هيقول له اخلعه والملك ليك، هياخده. فهتبدا تظهر فكره ايه؟ الخضوع الاسمي للخليفه ما كان مع دوله منفصله، فيظهر لنا بالترتيب كده الدوله الطاهريه، الدوله الصفاريه، الدوله السامانيه، الدوله البويهيه، الدوله الغزنويه، كل ده ورا بعض. وبعد كده السلاجقه هيجوا ينهوا ده كله خلاص. في الناحيه الثانيه عندنا الدوله الاغلبيه، دوله الادارسه، الدوله الرستميه، الدوله الفاطميه، الدوله الاخشيديه، الدوله الطولونيه والاخشيديه في مصر، الحمدانيين في الشام، دي كل دي بذور دول، والسلاجقه، كل الاباضيه، الزيود، الاباضيه في عمان، الزيود في اليمن، كل دي امارات منفصله، امارات منفصله. طبعا في حركات باطنيه بتظهر وتختفي شويه، بس هي لا تقوم لهم دوله متماسكه. كل اللي احنا بنقوله ده امله دوله واستمرت فتره طويله لغايه ما يجي يا اما دوله اقوى منها تاكلها يا اما تستمر. يعني الاباضيه اللي قاعدين لغايه دلوقتي من اواخر العهد الاموي تقريبا واوائل العصر العباسي لغايه دلوقتي، اللي هم العمانيين. عمان اباضي، ابن اباض، ابن اباض، واحد اسمه ابن اباض، هذا مش فاكر اسمه الاول، لا حاجه بسيطه كده، لا سنه قوي ولا هم في الاصل ابن اباض ده خارجي، بس هم مش يعني ما فيش خارجيه ولا حاجه خلاص. الزيود بالنسبه لزيد بن علي، واحد من ال البيت اللي هم شيعه. الحركه الاسماعيليه، اسماعيليه المشرق والمغرب، المغرب اللي هم الدوله الفاطميه، اسماعيليه المغرب هتقوم لهم دوله 200 سنه ولا 200 وحاجه سنه، دول برضو شيعه. الادارسه، ادريس اللي احنا قلنا ادريس ابن عبد الله ابن الحسن اخو محمد نفس الزكيه وابراهيم، ده اللي هي الدوله الادارسه وهكذا. فالقصد ان في، فالشاهد بقى ان الدوله العصر العباسي الاول هينتهي بفكره وجود الايه؟ الامارات المنفصله. من اول وفاه الواثق هتبقى فيها مشكله. ليه؟ لانه هيتوفى وما فيش اي حد مسمى خليفه. والامراء الترك استوعبوا فكره ان هم اقوياء ومتنفذين، فيروحوا لحد من اهل البيت العباسي اللي هو المتوكل، خليفه متوكل، وينصبوه خليفه. هم هينصبوه خليفه. فهيبقى هم فاهمين والمتوكل فاهم ان هم اللي جابوه. عشان كده اول ما يحس هو المتوكل ايه الموضوع ده، هم اللي ولوني، فهيجي يعزل بعض منهم فيقتلوه ويقول له ابنه خلاص. عشان كده احنا بنقول العصر العباسي الاول اخر مره كان فيه ايه؟ خليفه متماسك وبتاع. عشان كده احنا مثلا من العصر العباسي الثاني والثالث والرابع يكاد يكون وجود الخلفاء سوري تماما. يعني مثلا
العصر العباسي الثاني تقريبا هيستمر 100 سنه برضه، من 232 ل 334. يكاد يكون ما فيش خليفه يعني الا يا اما قتل يا اما عزل. مين اللي بيقتل او بيعزل؟ الامراء الترك. تظل الفترة دي مع تزايد رهيب جدا للحركات الباطنية في الداخل، مع استمرار حركات الخوارج، مع شيوع الحركات الدول المنفصلة. خلاص اللي كانت على استحياء في آخر العصر العباسي الأول لا تبقى واضحة جدا في 4 5 6 دول منفصلة بشكل واضح جدا في العصر العباسي الثاني. بين اقتراب نهاية العصر العباسي الثاني الخليفة اللي اسمه المستكفي هيجي يقول لك ايه، هو انا عشان مش قادر على الاتراك هقعدوا طابقين على نفسي، فين اقوى دوله منفصله جنبي؟ هيكون جت الدوله الطاهريه من القديم والصفاريه والسمانيه، ويجي دوله البويهيين. البويهيين اسره ليها توجه شيعي هتسيطر على كل المناطق الفارسيه وبلاد ما وراء النهر. البويهيين ففي روايات بتقول ان هو هيرسلهم، وفي روايات بتقول ان هم هيفتحوا بغداد. في روايات هيقول لهم انا طهقت من الترك تعالوا شيلوه. فبالفعل هم اقوياء ودوله منفصله قويه وبتاع، وهم جند برضه زي الترك يعني يعرفوا يقفوا قصادهم، فييجوا يفتحوا بغداد وياخدوا على نفوذ الامراء الترك ويجيبوا الخليفه وينصبوه، وهو بقى ايه يخلع عليهم بعض الالقاب. هنا تبدا تظهر حاجه لطيفه جدا في العصر العباسي اللي هو ايه، احنا عايزين ندي شكل محترم لوجود الخليفه بس هو ما بيعملش حاجه. فيظهر مناصب الاتي: الوزير، الوزاره شكل واضح، امير الامراء، مش كده يقول لك حفر امر امير الامراء بحفر حفرات في الصحراء. كنت انا اقول مين امير الامراء؟ الالقاب دي بدات تظهر في العصر العباسي الثاني والثالث اللي هو احنا على وش اللي هو من اول المستكفي والعصر البويهي، حتى بيسموه عصر النفوذ البويهي. ليه؟ البويهي دخلوا سيطروا على الخلافه في بغداد. خلاص اللحظه دي لا خلاص بقى الموضوع استفحل. ليه؟ احنا بقى عندنا الاماره الامويه في الاندلس، عندنا الدول المنفصله هتيجي تظهر دوله تبلعهم كلهم اللي هم الفاطميين، هياخدوا على جميع الدول المنفصله، الدوله الاغلبيه الدوله الاداريه كل ده هياخدوا عليه، وهياخدوا على الدوله الاخشيديه في مصر واخدوها. تبقى الدوله الحمدانيه في الشام والبويهيين مسيطرين على المنطقه على الخلافه، وحركات والاباضيه موجودين، الزيود موجودين، السلاجقه بقى هيبداوا يظهروا امراء ترك اقوياء في المنطقه اللي ما بين الدوله العباسيه او بغداد او العراق وما بين الاتراك، ما بين تركيا الحاليه او البيزنطيين في هذا الوقت، والدوله البويهيه قويه. فالبويهيين هيخشوا سيطره، هو هيخلع عليهم بعض الالفاظ يعني ركن الدوله، نجم الدوله، نظام الدوله، حاجات كده. خلاص هم اللي هيديروا. طبعا هنا المفاجاه بقى ايه؟ ان البويهيين ميولهم شيعيه، والزيود الشيعه، والدوله الفاطميه اللي قضت على كل الدول السنيه اللي في شمال افريقيا شيعيه. فنفاجئ ان العالم الاسلامي تقريبا بيحكم بنسبه 85% منه بالشيعه، مش موجود غير الاماره الاندلسيه. وعندنا 3 خلفاء او 4 في خليفه عباسي مسمى في بغداد. السلاجقه السنه بس ما كانوش لسه ظهروا كقوه ضخمه، هم في اواخر العصر العباسي الثالث هظهروا كقوه ضخمه ويجوا ياخدوا على بال وبال. الغريب ان البويهيين ظهروا فجاه واختفوا فجاه. يعني في ناس كانوا يقول لك شكلهم لسه هيكملوا اختفوا، يعني ما استمروش تقريبا 100 سنه، اقل من 100 سنه. والسلاجقه الاتراك جو قضوا على، هم سنه كمان الاتراك، فجو يعني وكانه عادوا الامور لنصابها. لكن لك ان تتخيل ان في العصر العباسي الثالث خطب او دعي للخليفه الفاطمي الشيعي على منابر بغداد بسبب وجود البويهيين. فاحنا كده بيه معانا ايه 80%، عشان كده بيسموه العصر الشيعي. العالم الاسلامي تقريبا كان كله محكوم بالشيعة في هذا الوقت الا مناطق. طبعا ظهر في النص ده حركات بطنيه كتير زي حركات القرامطه، الزنج. في لحظه تاريخيه قبل اللحظه بتاعت الدوله الفاطميه مهمه جدا ان احنا نشير اليها، ان احد الامراء الامويين الاقوياء اظن اسمه الحكم الربضي.
كان حصل عليه ثوره كانوا بتسمى الثورات في الكتب القديمه الهيج، حتى يقول لك هيج الربض، منطقه خلاص. فالمجموعات اللي خرجت عليه قبائل مسلحه خشنه، فهو قال لك ايه؟ قال لك الكلام ده مش هينفع معايا. لو قعدوا الناس دي معاها قوه وصلابه وتماسك اجتماعي ان هم ايه؟ هيعيدوا كره ثانيه. فهو الرجل خيرهم، قال لهم لو يعني ظللتم داخل الاندلس هقتلكم جميعا كلكم، لن ابقي فيكم لا رجل ولا امراه ولا طفل، يا اما تغادروا الاندلس، انا مش عايزكم في الجزيره، حتى كان اهل الجزيره اسمه الجزيره. فايه اللي هيحصل؟ هيسمح لهم بالخروج. المجموعات دي هتنطلق هتوصل المغرب، اهل المغرب هيقول لك لا انت طفشتوا الامير اللي هناك، تيجي هنا. الكلام ده قبل ظهور الفاطميين، فيقولوا لهم لا حضراتكم وجودكم غير مرغوب فيه في المغرب، اتحركوا. فيتحركوا على الساحل حتى يصلوا الى الاسكندريه في مصر. هيقعدوا شويه، الدوله البويهيه هتكون بتستعيد نفوذها، نفوذ العباسيين، الخلافه العباسيه على الامارات المنفصله في مصر خلاص. فهيبعتوا احد الامراء الاقوياء، فهيلاقي الجماعه دول فيقول لهم يعني ايه، يعني شرفتونا الحبه القليلين دول، لو سمحتوا اتحركوا. فقالوا لهم نروح فين؟ قالوا لهم شوفوا. فاتحركوا من ايه؟ ناحيه البحر. اقرب جزر ليهم جزر كريت في لبنان. فيروحوا بسيوفهم وياخدوها من البيزنطيين ويجلوهم وياخدوا الجزيره ويتحصنوا فيها ويقعدوا يحكموها اكثر من 200 سنه تقريبا. خلاص؟ اول ما هيستقروا فيهم هيستقروا وهيبداوا يعملوا اغارات على الدوله الروميه نفسها، لدرجه ان هم هيغيروا اكثر من 8 مرات على روما. 8 مرات اعاره داخليه، اعاره في الداخل في روما، يأسروا ويغنموا وياخدوا اسرى ويبادلوا. فهينتبه ليهم دولتين، الدوله الاغلبيه قبل الدوله الفاطميه تظهر اللي هي كانت خضوع اسم الدوله العباسيه بس ما بتعملش حاجه، والدوله العباسيه. فالخليفه العباسي والاغلبي ابن الاغلب هيدعموا هذه الدوله بالاموال والعتاد وبتاع. ليه؟ لان هم بيقوموا بحركات قرصنه، هم مش دوله، هم بيقوموا بدور سيطرين على الجزيره وبيعملوا قرصنه على كل جزر الروم وكل سفن الروم، وبيغيروا على روما اللي هم مش قادرين يعملوها من القسطنطينيه هنا، بس ده بينطوا لهم منين؟ من البحر. فهيفضلوا يدعموهم وهيعملوا هيسموهم حركه مجاهدي البحر. تعمل شغل كويس جدا هذه الحركه، طبعا هيقضي على جميع هذه الحركات. طبعا المسلمين في ظل هذا التوسع الدوله الاغلبيه هتطمع جدا في الجزر البحر المتوسط، فهتبدا تخرج قوات حقيقيه وتسيطر على بعض الجزر ويحتلوا جنوب ايطاليا برضه تقريبا من 150 سنه ل 200 سنه ياخدوا هذه المنطقه. خلاص؟ بظهور الدوله الفاطميه هتقضي على جميع الدول السنيه في المشرق، فهينقطع وجود الدول دي، فالبيزنطيين هيستعيدوها ويخرجوا المسلمين من كريت بلا رجعه. ومن جنوب ايطاليا هيقعدوا الفاطميين فيها شويه، هيقعدوا 150 سنه تقريبا 200 سنه تاني في جنوب ايطاليا. خلاص؟ وهيخضعوا على جميع الدول السنيه تاني ويصلوا الى مناكفه الدوله العباسيه في سواحل الحجاز، وهيحاولوا ياخدوا الامارات الشاميه من الدوله الحمدانيه. طبعا اللقطه دي اللي هي في نهايات العصر العباسي الثالث هيكون حصل حاجه لطيفه جدا، ان مع الاقتتال ده المسلمين هيكون من الاقتتال الداخلي مش قادرين يحموا الامارات الشاميه، والنصارى قادرين يغيروا عليها فيعملوا امارات منفصله، فهتبدا وجود امارات منفصله اللي في الاخر تتتوج بانهم ياخدوا القدس. الامارات الصليبيه من هذا الوقت الامارات طبعا بعد كده في تداعيات هتخلي اللي هو بدء الحملات الصليبيه، لكن الشاهد ان احنا عندنا امارات صليبيه. الامارات الصليبيه دي مفيش، الخلافه العباسيه كانت بعافيه حبتين، فاللي هيقاتلها الدول المنفصله زي الدوله الحمدانيه. الدوله الفاطميه اول ما هتكون وسطت هنا هترى ان من مصلحتها ان البيزنطيين يقضوا على الحمدانيين، لان الدوله الفاطميه كانت متصوره ان الدوله البيزنطيه مش هتقدر تعمل لها حاجه، هتساعد الدوله البيزنطيه وهتغزو الشام في نفس الوقت، اللي هو الامر اللي هيسهل جدا للحملات الصليبيه الحصول على البيت المقدس في هذا الوقت.
فالدوله الفاطميه كان وجودها خراب بصراحه على الشام وعلى بيت المقدس وعلى الجزر اللي كان مسيطر على المسلمين في كريت، دي كلها اتخذت بسبب وجود الدوله الفاطميه، الا بقائهم بعض الشيء في جنوب ايطاليا. الدوله الفاطميه هتستمر يعني وقت كبير، يعني 200 سنه تقريبا ولا حاجه، لغايه في نهايات العصر العباسي الرابع هتكون ظهر بدايات العصر العباسي الرابع عذرا، اللي هو تقريبا يعني نتكلم على 400 اوائل 400 حاجه 40 او كده. هيكون ظهر السلاجقه كقوه متماسكه، بس الغريب ان هم هيظهروا كقوه متماسكه في المنطقه اللي ما بين العراق وما بين البيزنطيين. هينطلقوا منها ياخدوا ايه؟ المنطقه اللي هم فيها، وياخدوا اسيا الصغرى. يمنى سيب الباب، طب افتحيه ما تقفلوش تاني، يلا ادخلي جوه. هيسيطروا على اسيا الصغرى اللي هي ارمينيا واذربيجان، وعلى العراق هيخشوا ويزيلوا النفوذ البويهي ويتمددوا ويقضوا على الغزنويين. مفاجاه، الدوله الغزنويه كانت دوله قويه واخده الهند، هياخدوا على النفوذ الغزنوي بسرعه شديده جدا، لدرجه ان دايما المطلع على التاريخ بيفاجئ ان هم قدروا يقضوا على الدوله الغزنويه بهذه السرعه بهذه السهوله. خلاص، وهتصير لهم امبراطوريه ضخمه جدا مفاجئه اللي هي امبراطوريه السلاجقه، جند ترك اقوياء مقاتلين وتمدد سريع جدا، وهياخدوا الخلافه. وهم عشان سنه هيعظموا الخليفه العباسي، فهيبقوا واخدين اكنهم واخدين الخلافه وبلاد ما وراء النهر وارمينيا واذربيجان وعلى تخوم الدوله البيزنطيه، وهم اقوياء فهيتمددوا جدا في القتال داخل الاراضي الروميه، وهيوقعوا بالروم بعض الهزائم في بدايه اللي هو بيسموه عصر السلاجقه العظام. في اول 3 اسماء اشهرهم على الاطلاق اللي هو احنا اللي هو ايه؟ لا ده العثمانيين، لا لسه العثمانيين بدري. البرسلان هيوقع بهم موقعة شهيرة جدا، هي مشهورة عندنا باسم ملازكارد، وهي طبعا ليها اسماء تانية عند الرومي. ملازكارد دي في العصر السلجوقي. فالبيزنطيين اوروبا حتى دايما يقولوا ان ظهور السلاجقة هو اللي خلى اوروبا تجتمع على فكرة الحملات الصليبية. ليه؟ لانه فوجئوا ان هم لو السلاجقة كملوا بهذه القوة ممكن يسقطوا الدولة البيزنطية بالفعل. فاحنا عندنا دلوقتي ايه القوى اللي موجودة؟ السلاجقة يمنى السلاجقة خدوا ارمينيا واذربيجان والعراق وبلاد ما وراء النهر، يعني افغانستان وجزء من ايران القديمة وبتاع ده كله مع السلاجقة. ايه اللي متبقي بقى في المنطقة تاني؟ السلاجقة دول في بداية العصر الذهبي بتاعتهم، بنهاية العصر الذهبي الأول بتاعهم، هيستخدموا بعض المدربين والأساتذة لأبنائهم اللي هو يعرفوا تاريخيا باسم الأسابق. كلمة أسابق يعني أستاذ، دول المدربين الأساتذة أو المؤدبين بتوع أولادهم. لما هيبدأ الاقتتال ما بين أبناء السلاجقة على الحكم، الأسابق دول هيظهروا وهيستقلوا بإمارات صغيرة ملهاش أي ذكر في التاريخ، يعني هم في المنطقة دي. اللي هيظهر منهم بس اللي احنا المشهورين اللي احنا نعرفهم اتابكه حلب والموصل اللي هم الزنكيين، اللي هو نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي وغيرهم. دول الاتابك اللي ليهم ذكر في التاريخ. الوقت ده كله مين بيقاتل مين؟ السلاجقه بيقاتلوا الروم، الزنكيين ومن بعدهم صلاح الدين الايوبي بيقاتل السلاجقه. ما الحرب كانت لطيفه جدا، كانوا المسلمين بيحاربوا بعض. خلاص، والزنكيين عايزين يحاربوا الفاطميين، عايزين ياخدوا مصر منهم، وبالفعل اخدوها منهم. والفاطميين بيحاربوا البيزنطيين. خلاص، ده هيترتب عليه الاتي ان الزنكيين هيلاقوا ان الحل الوحيد في الامارات، كم امارات منفصله
للاتابك وللصليبيين في الشام هيقولوا لا الموضوع مش هينفع كده، فهيبدا ايه حركات مسح. يعني ايه كل شويه بياخد الامارات والحصون الصغيره من الصليبيين ومع ضد السلاجقه وضد السلاجقه، لانه هو يكون في حاله تفتت داخلي واقتتال داخلي ما بينهم ما بين السلاجقه وبعضهم. خلاص. وتوسعوا على حساب الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه لما تحس ان هي دوله ان هي ضعيفه في اتجاه البيزنطيين هيبداوا يستعينوا بالزنكيين. هقول لهم طيب ابعتوا جيش يساعدنا ضد البيزنطيين لان احنا مش قادرين عليهم، بالذات حاجه الهجوم الساحلي. في مقابل ان احنا ممكن نديكم حقائب وزاريه. طبعا هيخش مصر اسد الدين شريكو اللي هو ابن عم، هو عم صلاح الدين الايوبي وصلاح الدين الايوبي، وهيجعلوه وزير اللي هو صلاح الدين الايوبي. طبعا هيحصل خلاف ما بين صلاح الدين الايوبي والدوله الزنكيه، وهيحصل اقتتال ما بينهم وبين بعض، والراجل هيستقل بمصر وهيبدا يبحث عن جند يعني يؤسس عليهم القوى الضاربه بتاعته اللي هم بعد كده هيتمثل في ظاهره المماليك اللي هم هيتعرفوا بعد ذلك باسم الممالك البحريه والممالك البرجيه في مصر. الممالك البرجيه الاول والممالك البحريه. خلاص. انتهاء بوفاه الخليفه العاضد اللي هو الفاطمي بتنتهي الخلافه العباسيه الفاطميه في مصر، ويعود مره اخرى الدعاء للخليفه العباسي على المنابر. الدوله السلجوقيه هتبقى في حاله ضعف شديد جدا، وهتكون هي ملتفته من طرف بوجود قبائل مغوليه عامله مشاكل في اقصى المشرق، فهتخش في معارك هي والدوله الخوارزميه. طبعا المعارك دي لان هم منشغلين باقتتال داخلي واقتتال مع النصارى واقتتال مع الايوبيين، هيسمح ده للقبائل المغوليه الناشئه ان هي تتمدد على الممالك الخوارزميه والممالك الافغانيه اللي هي ممالك السلاجقه، لغايه ما السلاجقه هيحسوا ان هم في خطر حقيقي من هذه القوى اللي هو طبعا هيكون على راسها جنكيز خان، اللي هو هتكون بدء ظهور القبائل المغوليه. القبائل المغوليه تتوسع على حساب الممالك الخوارزميه والسلاجقه. هتكون الحرب بينهم سجال. يعني طبعا السلاجقه كانوا برضو يعني عنصر تركي مقاتل وكذا، لكن الاقتتال الداخلي والتفتت مع استهانتهم ابتداء بقوى زي جنكيز خان، يعني هي قبائل يعني ايه ملهاش وزن حضاري، لكن هم هيفاجئوا ان هم هيعملوا ايه؟ هياخدوا على الدوله الخوارزميه وهياخدوا كل ممالك الدوله السلجوقيه في المنطقه ويدخلوا عواصمهم ويدخلوا عاصمه الصين وياخدوا على الامبراطوريه الصينيه. هم ماشيين. خلاص. اول ما الدوله السلجوقيه تحس بكده فهيبدا استنفار للخليفه العباسي والامارات السلجوقيه اللي حواليه لايقاف المد المغولي، بس هيكون المد المغولي وصل لثقه في نفسه مع موجات هجوميه. طبعا هو كان في ممالك بيكسبها وياخدهم جند، ممالك بيكسبها وياخدهم جند معاه لغايه ما هو الرجل هيطمع في دخول بغداد، فهيحتشد المغول. طبعا هم هيقعدوا فتره يحاربوا السلاجقه مش هيقعدوا ساكتين قوي. يعني هو تاريخيا احنا بنحس ان المغول دول ظهروا وارتطموا، وهم مش صحيح. هم قعدوا يقاتلوا الدول الخوارزميه فتره، والخوارزميين كسبوهم في بعض المعارك. والسلاجقه نفس الحكايه، لكن الضعف الداخلي وتفتت الجبهه الداخليه هيكون ايه؟ مش كافي الايقاف، خاصه هم ايه؟ قبائل خشنه ما عندوش حسابات سياسيه. انا مش اكسب اخسر، انا جاي. طبعا القبائل دي بتبقى اكثر زي العرب في الفتوح، لا في اقتتال على ملك ولا بتاع. لسه المغول اول ما يخشوهم العرق ده هيخسروا في جبهات كتير بسبب الاقتتال على الملك. احنا دايما بنقول الحمد لله يعني الملك عقيم. حتى المغول نفسهم خسروا معظم معاركهم بسبب اقتتال اولاد جنكيز خان واحفاده على ملك المغول، لانه طبعا المغول في لحظه معينه هيكونوا مسيطرين على يعني العالم كله. يعني هم دلوقتي خدوا الدوله الخوارزميه، هياخدوا السلاجق ده. احنا بنتكلم على ايه دلوقتي دول عشان بس تتخيلوا؟ يعني مثلا اوزبكستان، جزء من افغانستان، جزء من فارس، جزء من الصين، العراق لما هيخشوا العراق، وبعد كده هيخشوا اوروبا الشرقيه، ارمينيا واذربيجان، كل ده هياخدوه. فاللي هو ايه؟
وبعد كده يبداوا يبعتوا جيوشهم لقلب اسيا، فيتنام، الممالك الفيتناميه، وكانت ممالك قويه، وهيبعتوا اساطيلهم لمحاصره الساموراي في اليابان. هيخسروا في مصر، وهيخسروا في الشام ومصر من الممالك المصريه. هم اول ما قابلوا عناصر مقاتله مع اقتتال داخلي عندهم لا خسروا. السلاجقه نفسهم، السلاجقه لا كانوا بعافيتهم يعني، لا كانوا كسبوا المغول. بس المشكله ان المغول ظهروا في وقت الاقتتال الداخلي داخل العالم الاسلامي هم اللي خلاهم يوصلوا لهذه الحاله. بس هم طبعا كانوا يعني الموجه المغوليه يعني صبعت العالم الاسلامي. ليه؟ لان هم يعني عارف عامل زي ايه، كسروا كل انماط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وقتلوا كميه ناس يعني عملوا دمار لم يلتئم اطلاقا حتى بعد يعني هو العالم الاسلامي استشفى بعدها، وخاصه ان هم اسلموا المغول. هم كملوا نكدوا على الهند، دخلوا الهند وفتحوها ووصلوا. طبعا هم قعدوا مسيطرين على الهند لغايه ما جه الانجليز. احنا بنتكلم دلوقتي 1258 خلاص. الانجليز دخلوا دلهي 1803، كان المغول بيحكموها. يعني لو احنا دخلنا 650 سنه فيش يعني. فهم لا يعني المغول طبعا، المغول بعد كده قامت لهم ممالك ضخمه، وفي منهم شيعة زي تيمور لانك، في منهم سنه زي احفاد تيمور لانك. دول احفاد تيمور لانك اللي استقروا في الهند بعد كده. الشاهد بخساره السلاجقه والخوارزميين على ايد جيوش جنكيز خان او المغول، لانه بعد كده هيكون ولاده اسمه ايه، عايز افتكر اسم. كان في حد من القيادات القويه جدا بتاعت المغول، هي اللي اجتاحت بغداد على الحقيقه. كانت وصلت لحاله التردي ان مش قادرين، يعني الخليفه عايز ياخد رد فعل، السلاجقه عايزين ياخدوا رد فعل بس ما فيش. خلاص مع الاقتتال الشديد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته في المشرق. احنا عندنا في المشرق كان دول قويه، بس دول قويه يمنحها التكون العقدي بتاعها ان تساعد اي حد في المشرق. في دول في المغرب يمنحها التشكل العقدي ان تساعد اي حد في المشرق. زي مين؟ الدوله الموحديه ايام صلاح الدين الايوبي. كان الموحدين موجودين في الاندلس وموجودين في الشمال الافريقي. وصلاح الدين الايوبي لما استشعر خطوره الصليبيين مع المنطقه كانت عكه قوي، فاستعان بالموحدين فرفضوا. ليه؟ لان هم كان عندهم تصور عقدي ما كانوش سنه قوي يعني، فعندهم خلل في تصور المهديه، وعندهم حته على شيعه، على حته خلل خوارج، فكانت معاهم امكانات ضخمه جدا فما ساعدوش. صلاح الدين الايوبي بمجرد وفاه صلاح الدين الايوبي ولاده واعمامه هيقتتلوا على الملك لغايه ما ينتهي سلسال الايوبي بسقوط الحكم في يد النخبه المقاتله اللي هو استجلبها العبيد اللي هم المماليك. فهيبقى عندنا الدوله دول الموحدين في اقصى المغرب، عندنا مماليك صلاح الدين الايوبي في مصر، عندنا دول السلاجقه المغول يعني زي ما تقول يعني شقوا اخر حاجه متبقيه في الدوله السلجوقيه، وبعد كده هيخشوا بغداد. فهيبقى عندنا بغداد وكل الممالك الشرقيه سقط في يد المغول، حاشا الهند المغول ما دخلوهاش، هم كفار، دخلوها هم مسلمين. وبعد كده هياخدوا بغداد وجزء من اوروبا الشرقيه اللي هو يعني نقصد في الصوره يعني ارمينيا واذربيجان. بعد كده اصطدموا بالمماليك في مماليك مصر والشام. طبعا احنا لما بنتكلم عن المماليك الناس بتتصور المماليك مصر والشام بالتصور المعاصر، يعني مصر والشام الدوله المملوكيه في اقصى امتداد ليها. المماليك في الوقت ده طبعا زي ما احنا بنقول كده المغول جه كسروا كل الممالك اللي كانت موجوده. فلما المماليك كسروا المغول وتتبعوهم زي القيادات الصلبه بتاعتهم زي بيبرس هو تتبع المغول بعد كده، يعني هو كسبهم وبعد كده كسبهم معارك اخرى كبيره. في التتبع ده المماليك كانوا بيحكموا ايه؟ يحكموا مصر والشام وجزء من تركيا حاليا وجزء من العراق وجزء من قرب ايران وساحل الحجاز لغايه اليمن. دول المماليك. عشان كده اسطول المماليك هتلاقيه خسر معركه
من برتغال في خليج عدن. خسر معركة ضد الدولة الصفوية. الدولة الصفوية خدت حتة من ممتلكاته قرب إيران، فاللي هو يعني ايه، هو الدولة المملوكية كانت كبيرة جدا. عشان كده يقول لك ايه، قنصوة الغوري هم خسر من السلطان العثماني اللي هو سليم الأول، خسر منه في الشام، ومعارك ابعد من شويه من الشام، قرب ديار بكر دلوقتي، قرب ديار بكر، يعني اللي هي المنطقه اللي احنا بنقدر نقول ان هي جنوب شرق تركيا. فهم الناس بتتصور ان المماليك مصر او الشام، لا الموضوع كان اوسع من كده، وخاصه ان هم كانوا اخر قوه عسكريه محترمه باقيه في المنطقه. الباقي كله المغول قاموا بالواجب معاه، حتى الحركات الباطنيه، ودي من الحسنات اللي عملها المغول قضوا على جميع الحركات بما في حركه الحشاشين وغيره. كل ده في ناس طبعا في جبل قلعه الموت بتاعت حسن صباح. وان كان في ناس هم اللي بيحكموا الكويت، لا ما اظنش، لا التانيين عجم، التانيين عجم، لا التانيين عجم، الصباح التاني عجم، وما اظنش ان هم قعدوا، لان دول مش سنه اسماعيليه، دول اسماعيليه المشرق. في ناس حاليا في كتابات المعهد العالمي مركز اسمه ايه، مركز الدراسات الاسماعيليه في لندن. الحركه الاسماعيليه موجوده حتى الان، وليون سلطان البهرة الداوديه. ففي كتاب لطيف عامله فرهاد دفتري عن الحشاشين، بينصفهم، بيقول لا هم مش، ده كانوا حركه ضد الصليبيين وضد مش عارف ايه، وبيصحح بعض المرويات عنهم وبتاع، بيقولوا انتوا طبعا معمول عليهم افلام كتير والعاب، اساسا كريد متهيألي ولا حاجه كده، اللي هو ايه، الحركات يعني دايما في ناس في اساطير حواليهم كتير. من احسن الناس اللي كتب عنهم كلام دقيق يعني بعيد عن التهويل او التهوين فرهاد دفتري اللي هو مدير مركز الدراسات الاسماعيليه، هو امامي، شيعي امامي مش اسماعيلي. فليه هتلاقوا، ممكن تلاقوا ليه 4 أو 5 كتب منشورين معربين عن الحركه الاسماعيليه، لو حد عايز يفهم هم ايه الاسماعيليه دول، ايه بيعملوا، ايه اللي اتبقى منهم، ايه حقيقه الحشاشين بالظبط، عشان احنا وصلنا اخبار برضو ان هم كانوا جماعه ايه يعني، وان كان هم ليهم اثر سيء جدا على الدول السنيه، يعني منهم حاولوا يقتلوا صلاح الدين الايوبي كذا مره، وبقوا قتلوا نظام الملك. بس اللطيف برضو انهم عملوا عمليات برضو اغتيالات كتير ضد الصليبيين وضد، يعني هم ما سابوش حد بصراحه يعني خلاص. لكن الشاهد ان بسقوط بغداد 656 على في 1258 ميلادي في ايد المغول، نقدر نقول ان مفيش خلاص كده انتهت الخلافه العباسيه ولو الاسميه. يعني العصر العباسي الاول هو احنا بنقول الخلافه الوحيده الحقيقيه، الخلافه العباسيه العصر الثاني والثالث والرابع كلها خلافه اسميه. العصر العباسي الثاني الترك هم اللي كانوا متنفذين، العصر العباسي الثالث البويهيين كانوا المتنفذين، العصر العباسي الرابع السلاجقه الترك هم تاني اللي كانوا متنفذين. لكن العصر العباسي الاول هو فقط اللي كان نقدر نقول ان فيه خليفه عربي عباسي حقيقي هو اللي بيحكم، الباقي كله خليفه اسمي في قوى ما اجنبيه عجميه في الغالب عسكريه هي اللي بتحكم، ترك بويهيين سلاجقه، وظاهره الدول المنفصله. سقوط بغداد وتغلب المماليك الايوبيين على المغول في مصر والشام وتعقبهم لهم، العالم الاسلامي هيتم يعني هينقشع الغبار بتاع المعارك مع المغول على الاتي. المملكه المغوليه بعد ما توقت عده ضربات فبدات تتقلص. المغول خسروا في المشرق من المماليك، خسروا في وسط اسيا من الممالك الفيتناميه المقاتله، خسروا في طرف اسيا من ممالك الساموراي اليابانيين، وحصل اقتتال داخلي كبير على الملك داخل اولاد المغول، مع نزوع اكبر راس لاكبر قبيله اللي هي القبيله الذهبيه اللي موجوده عند المغول ان هو اسلم وصهر بيبرس جيشنكير، فتحول جزء منهم كبير الى الاسلام، فبقى عندنا مجموعه من المغول تحولت الى الاسلام، مجموعه كبيره جدا، فهدأت جدا الهجمه المغوليه على، طبعا هي تستعاد تاني بس باسم الاسلام. هقول لك على فكره طبوش الاسلام كويس، قزان اللي هو حفيد جنكيز خان او ابن هولاك اظن هيجتاحوا العالم الاسلامي تاني
بس في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها هيكون هذا. ايه اللي متبقي؟ المماليك بالاتساع اللي انا قلته، مع ظهور بعض القبائل التركمانيه المقاتله في نفس المنطقه اللي كان موجود فيها السلاجقه، مع تشكل جديد، تشكل قبلي جديد، اللي هو تاريخيا هيعرف باسم بتعرف باسم الدوله ابن ارطغرل، اللي هو عثمان. اللي عثمان ابن ارطغرل اللي هو بتنسب ليه الدوله العثمانيه. لما احنا بنقول آل عثمان او العثمانيين نقصد عثمان ده ابن ارطغرل. ارطغرل ده كان موجود يعني تقريبا بعد 40 سنه من او 30 سنه من سقوط بغداد على في ايد المغول. يعني هو كان من 1299 ل 1300 وحاجه كان موجود ارطغرل نفسه. عثمان ابنه ده اللي هو بتنسب ليه الدوله. فاحنا كده مماليك القبائل التركمانيه دي لسه بتتشكل، اللي هم اولاد عثمان، وهيبقى بعد كده من بعد كده اولاده. الممالك المشرقيه الدوله الموحديه هتكون بدات تضعف، فهيبدا تتمدد حروب الاسترداد في الاندلس على حسابهم، مع ثورات عنيفه جدا ضد الموحدين بسبب خشونتهم وغبائهم ضد المحليين في الاندلس، مع بدء تفتت الجبهه المغربيه لامارات منفصله. فيبدا يظهر لنا عده دول، الدوله الحفصيه، الدوله السعيديه، عده دول على انقاض الدوله الموحديه، مع بدء حركه المغول وهم مسلمين. يعني خلاص المغول اول ما اسلموا هم عنصر مقاتل هيكملوا، فجزء منهم هيبدا يجتاح الهند، وبالفعل هينجحوا في التغلب على امراء، لانه هيكون في مماليك في الهند، مماليك الهند هيجتاحوهم، ويبدا المغول يخضعوا معظم الامارات المملوكيه لغايه ما الهنديه لغايه ما هتستقر، هتخضع عليهم الهند. فيبقى العالم الاسلامي موجود في المغول المسلمين بعد ما اسلموا، موجود عندنا المماليك، موجود عندنا بدايات ظهور القبائل التركمانيه في تخوم الدوله البيزنطيه اللي هي يعرف بعد ذلك باسم العثمانيين او ابناء عثمان بن ارطغرل، اللي هم تنشا على ايدهم الدوله العثمانيه، مع بعض الامارات الدول المنفصله الصغيره مش كبيره في المغرب على انقاض الدوله الموحديه، مع بدء حركه الاسترداد بعنف شديد جدا في الاندلس. طبعا هي تتكلل بنجاح في ان هم يستطيعوا طرد المسلمين، بس بعد فتره شويه، يعني بعد 300 سنه من اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها، بعد 300 سنه تقريبا، لانه هو تقريبا في 492 هيتم اخراج المسلمين من غرناطه. طيب الساعه كام دلوقتي؟ عايز اتاكد من الساعه. طيب ملاحظات فيها قدر ما من التفصيل عن الدوله العباسيه. ايه اللي يلزمنا في التدقيق في الدوله العباسيه؟ واحد، ان تاريخ المذاهب الفقهيه كلها نشأت في الدوله العباسيه، فاللي عايز يفهم الخلاف المذهبي والمدارس وحاجه الناس لنشوء هذه المذاهب اللي وصلت لنا واللي اندثر، لازم يغطي الدوله العباسيه بالدراسه في الحاله التعليميه والمذهبيه. ده واحد. اثنين، عصر التدوين كله عصر تدوين الروايه، والا الروايه نقل الروايه موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدوين الكتب الاساسيه في السنه والعلوم كانت في العصر العباسي. فاحنا معظم المدونه السنيه حاشا يمكن ينجو منها الموطأ، بس لا الموطأ معانا برضو. تقريبا المدونه السنيه كلها في الاحاديث دونت في العصر العباسي. يعني عندنا موطأ الامام مالك لانه سابق لجميع الكتب السنيه، بعد كده الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، مسند احمد، سنن الترمذي، كل النسائي، كل دول احنا بنتكلم ايه؟ المدونه السنيه الاساسيه كانت موجوده فين؟ في العصر العباسي. التشكل بتاع الحركات الصوفيه في العصر العباسي
دخول الرافد الأوروبي الفلسفي في العلوم الإسلامية في العصر العباسي، لأنه طبعا العباسيين في عصر المأمون استكثروا جدا من تراجم الكتب الفلسفية، فإحنا عندنا الرافد ده دخل وقوة فين؟ في العلوم الإسلامية. طبعا هو كان ليه طبعا أثر سلبي سيء جدا، الأثر الفلسفي، وإلا المسلمين بيترجموا من أيام الأمويين، من آخر العصر الأموي المسلمين بيترجموا العلوم الطبية والحاجات زي كده، لكن ترجمة الفلسفة هي اللي كانت يمكن فيها قدر كبير جدا من الخلل. في ملاحظة هتترتب على العصر العباسي، وهي الخلل شبه الدائم في فقه السياسي. ليه؟ لأنه بنو العباس جوء فلقوا ضبة ومفتاح، يعني مفيش خلافة إلا في آل البيت. وخلال العصر العباسي حكم آل البيت، العباسيين والعلويين. العباسيين حكموا من قيام الدولة، وبعد كده قامت دول علوية، الزيدية زيد بن علي والأدارسة، وبعد كده الدولة الفاطمية، لأن العبيديين كانوا اسمهم الدولة الفاطميين نسبة السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الفكرة في ايه؟ ان انت قفلتها ضبة ومفتاح على العالم الاسلامي، فالعالم الاسلامي لا يمكن الناس تتقبل ان حد، احنا دلوقتي كده قعدنا كام سنة مع العباسيين وعلى هامش العلويين في العالم الاسلامي كله، احنا من 132 656، فيطلعوا لهم كام سنة دول؟ تقريبا 500 وحاجة. الفترة دي الناس كلها في دماغها ان ما ينفعش حد يجي يحكم غير من آل البيت. حتى المماليك وهم بهذه القوة، وهم لما كسبوا المغول وكل ده، أظهروا واحد في مصر قالوا ان هو ده من نسل بني العباس وبيحكموا باسمه. عشان كده حتى العثمانيين لما هيبدأ الصراع مع ال هيقول لهم ايه؟ اقول له لا محدش، مش هيقدر. ليه؟ ده عجم. هو جات له منين؟ لا مش محد. العثمانيين في عز قوتهم مش هيقولوا على نفسهم خلفاء، مش قادر يقول ده، هيقول سلاطين، يقول لك السلطان واسمائهم ايه يعني، امير سلطان البرين وامير البحرين وحاجه كبيره جدا كده، ولكن ما يقدرش يقول على نفسه خليفه. امتى يقول على نفسه خليفه؟ في اخر 50 سنه وهي بتقع. ليه؟ هيكون عايز يستغل ثقل المنصب او الاسم بتاعه عشان يقف امام الحركات الانفصاليه وضد الاحتلال والانجليز وحاجات كده. بس هو في عصر القوه بسبب الاثر السلبي السيء جدا للعباسيين. ف برضو العصر العباسي هينتج الاتي برضو، ان هو اضعاف العنصر العربي واخراجه بالكليه من سلطه الحكم. العباسيين في الاقتتال من اول الامين والمامون استعانوا بعنصر عجمي، واحد هيستعين بترك والثاني هيستعين بالفرس، وعشان خايفين العرب لانه العرب انداد ليهم ويقدروا ينافسوهم في الحكم، فهيبداوا بالتدريج يستبعدوهم. فكل العنصر المقاتل الخشن هيكون عجمي، فبهذا تنتهي وجود العرب كقوة خشنة مقاتلة. مفيش. آخر دولة كان أميرها عربي في الرمق الدولة الحمدانية، دول عرب خلاص بس إمارة. بعد كده لا. المفاجأة بقى إيه؟ هو صعود العنصر العجمي المقاتل في سدة الحكم في جميع العالم الإسلامي كله. مش حتة في العالم الإسلامي تحط إيدك إلا ما تلاقي عنصر عجمي مقاتل. ايه السبب؟ ان الاخطار اللي كان بيتعرض لها العالم الاسلامي خلى الناس ترتضي ان هي ما تحتكمش للنخبه الطبيعيه بتاعت المجتمعات اللي هم العلماء والحكماء والفقهاء وبتاع، لا بيرتضي عنصر مقاتل ولو عبيد زي المماليك. فبي عندنا الاتي: مماليك الهند هم مماليك بس صعب الحصول في الحكم، واللي كانوا جابوهم ماتوا زي الايوبيين.
مماليك الايوبي دول عنصر عجمي مقاتل، السلاجقه عنصر عجمي مقاتل بس ايه احرار مش عبيد. في ده هيفضل يعني هيوصل ذروته في المماليك، هيوصل انه الامه مسلمه انه ايه ان احميني خطر وجودي. يعني انا لو استمر المغول في زحفهم على العالم الاسلامي، طب النخبه الطبيعيه مش عارفه تدافع عني، فانا عايز ايه؟ عايز حد يحميني حتى ولو مملوك. خلاص هم بعد كده حرروهم يعني ايه زيتنا في ايدينا وهيحكموا. ملاحظه خطيره جدا بعد الغزو المغولي ان العنصر العسكري هتزيد شرعيته بان هو ايه حميتك ولا ما قدرتش؟ حميتك. انا حميت العالم المماليك حموا العالم الاسلامي فانا كده ايه العقد الجديد اللي بيني وبينك ان انا النفط مقابل الغذاء ان انا احميك. خلاص ده هيعمل اثرين، اثر طبعا سلبي واثر ايجابي. الاثر السلبي ان العنصر المقاتل وبالذات كمان مش حر زي المماليك يعني خلاص بقى يعني المساله كده خلصت، محدش ده ممكن يسلم السلطه لحد. هل ممكن يعيدها للنخبه الطبيعيه؟ النخبه الطبيعيه ان هو حد فقيه، حد عالم، حتى بالخيريه، طيب باي حاجه مفيش. خلاص انا بحكم بالقوه. فده طبعا الاثر السلبي. الاثر الايجابي ايه؟ ان هو جاي بشرعيته مهزوزه. يعني ايه؟ انا عارف وانت عارف ان انت عبد واحنا محررينك ومستحملينك حاجه كده. فهو ايه ده هيخليه يرفع ايده على المجتمع. فالمجتمعات مثلا مجتمع زي المجتمع المصري لانه اهم منطقه حكمها المماليك، بل لن تزدهر مصر الا بعد انهيار الحواضر الاساسيه في العالم الاسلامي. يعني مصر ما كانش ليها اي وزن علمي الا يعني ما حدش اكتشف ان مصر حتى مهمه من الناحيه الجغرافيه الا الفاطميين. بعد الفاطميين بقى مصر بقت مهمه. ليه؟ اكتشفوا ان اللي ماسك الحته دي عرف ينكد على كذا حد من اول الايوبي، فهيقول لك ايه لا حلوه تصدق، فهيبدا يبقى فيه اهتمام. لكن الناحيه العلميه الحاضر العلميه الاساسيه ما كانش مصر خالص، كان الشام، بغداد، الحجاز، بخارى، ترمذ، خوارزم، الحتت اللي هي ايه. عشان كده معظم ائمه الاسلام في الفقه وفي الحديث من المناطق دي. خلاص يعني ابو حنيفه، الشافعي، احمد، كله بغداد يعني مفيش حاجه هنا. مفيش حاجة. هو اللي مشهور كان عندنا الليث واصحاب مالك الكبار ابن قاسم وغيره. خلاص فهم يرفعوا ايدهم عن المجتمعات، فالمجتمعات هيحصل فيها قدر كبير جدا من التعدد. يعني هيبقى عندنا احنا فكره المذاهب الاربعه موجوده. ليه؟ لانه هو جاي شرعيه قوي يعني. فهو يقول لك ايه اعملوا اللي انت عايزينه. الاوقاف توسع شديد جدا في الاوقاف، الحرف، شيوخ الحرف. الاخطر على الاطلاق هو ان بعد المغول جه كسروا النسيج المجتمعي في العالم الاسلامي، كسروا دول كامله وقتلوا الخليفه وكسروا الخلافه. يعني هم مشوا ما بقيش في خلافه. انتوا فاهمين الاثر المهول جدا. يعني ده جه كسر العالم الاسلامي في النص وسابه. طب رجع الخليفه وامشي، مفيش خليفه. فهي امارات قويه بس اللي قادر يحمي حته يحميها وانتوا تفهموا مع بعض. مفيش خليفه، مفيش حكم مركزي. فدي بقى حاجه ايه. عشان كده احنا معظم الادبيات بتاعه الكلام عن السياسه الشرعيه واختفاء كانت في الفتره دي. يعني الغياثي كتب في ايام والمواردي كتبوا يعني اظن المواردي كتب الادبيه بتاعته للحمدانيين الفتره دي. حاجه كانت موجهه للبويهيين. يعني ايه كل ده في الفتره بتاعت اللي هو ايه يتصور الناس ان ممكن يكون مفيش خليفه، مفيش قياده مركزيه، مع تدمير كثير جدا من المجتمعات. فمفيش قياده سياسيه مركزيه حتى في المجتمعات اللي المغول عدى عليها. ده يعمل ايه؟ الناس هتدور على قياده جديده، فده يعمل ظهور قوي جدا للحركات الصوفيه. فنقدر نقول ان الصعود الذهبي للطرق الصوفيه ونفوذها الاجتماعي المهول اللي هيتحول لنفوذ سياسي بعد كده من بعد الغزو المغولي. يعني احنا من بعد 1300 مفيش حته في العالم الاسلامي
الا بصعد فيها طرق صوفيه قويه جدا لدرجه ان هي كانت شبه هي السلطه الحقيقيه اللي بتدير المجتمع. وخاصه في المناطق اللي كسرها المغول وكسر فيها النظام السياسي. يعني احنا في مصر طرق الصوفيه قويه جدا بس المماليك موجودين. العجم لا، الطرق الصوفيه قويه جدا ومفيش. فعشان كده مثلا المتتبع للحركات الصوفيه العجميه معظمها تنتسب لاسماء كبيره زي مين؟ جلال الدين الرومي، ابن عربي، طرق الاكبريه عموما، عبد القادر الجيلاني، بعض الطرق الكبرويه للطامه الكبرى، شيخ الطريقه اسمه كده، بعض الطرق اللي في الهند المنحدره من بعض الطرق اللي احنا سميناها. كل الطرق دي تلاقيها منحدره من المناطق العجميه. مثال جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي منين؟ لا ايوه، هو في الاصل جاي من المناطق اللي اجتاحها المغول، فابوه كان راجل صوفي خدوا فر بيه دخل في المناطق اللي تحت البلاط السلجوقي. خلاص؟ واحد اسمه قيقباد السلجوقي. لما دخل البلاط بتاعه قابل شراح ابن عربي. ابن عربي اصلا اندلسي، كان لف 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 لغايه ما وصل لقونيا. صدر الدين قناوي صهره قونيا في تركيا، اللي هم كان فيها السلاجقه في الوقت ده. صدر الدين القناوي اللي هو اشهر شراح ابن عربي قابل جلال الدين الرومي فاثر فيه. جلال الدين الرومي بتطلع منه حركات كثيره جدا. شراح ابن عربي زي صدر الدين القناوي هيأثروا في معظم الحركات اللي بعد كده. الطرق اللي زي النقشبنديه، الطرق اللي هتخش الهند، دي الطرق دي هي تقريبا المناطق دي الاسلام هيتوسع جدا بدخول المغول في الحقبه دي، المغول المسلمين. خلاص؟ ففي مناطق في الهند مش هيخشها الاسلام الا في الصوره الصوفيه الطرقيه دي. عشان كده هيكون في كم شوائب غير عادي. غير عادي. يعني تصورات الناس يقول لك الاسلام انتشر زي النار في الهشيم في الهند في هذا الوقت. لان الطرق الصوفيه دي قدرت العجميه بالذات اللي احنا بنسميه التصوف الفلسفي او احيانا بنسميه الثيوصوفيا، اللي هو فكره ايه؟ تلقيح الاسلام ببعض المكونات الوثنيه في الممارسات العباديه الفلكلوريه اللي موجودين في الهندوسيه وغيره وبتاع، مع تطعيمها بالاسلام مع انتاج شيء مشترك. لو حد عايز يقرا حاجه مفتخره في الموضوع ده، كتاب اظن حن عليه قبل كده معرفش، اسمه الابعاد الصوفيه في الاسلام بتاع الالمانيه، هي اسلمت في الاخر، اسمها أن ماري شيمل، موجود PDF بس هو غالي في الحقيقه يعني ورقي غالي، بس كتاب فوق الروعه، اظن طبع دار الجمل، اسمه الابعاد الصوفيه في الاسلام لأن ماري شيمل الالمانيه، وهي اسلمت بعد كده وكتبت سيره ذاتيه بتاعتها مترجمه للعربيه، ترجمها المركز القومي للترجمه. فهي جايبه متتبعه شيوخ الطرق الصوفيه والشجره بتاعت الطرق ومين اثر في مين، مع ذكر ليه تصورات هذه الطرق ولماذا انتشرت في الهند وايه تاثيرها على الناس وبتاع. فاولها تاثيرها الايجابي ان الاسلام انتشر بشكل غير عادي في الهند بعد الدخول المغولي. فين الاثر السلبي؟ ان الاسلام نفسه اللي اتغير ده ما مش يعني والله يعني ايه، في كم مهول جدا من العقائد الوثنيه اللي كانت موجوده والممارسات. عشان كده اللي يشوف اسلام العجم في الهند للوهله يحس انت متاكد حضرتك يعني هو ده اسلام؟ الجانب الاهم من ده من بعد الغزو المغولي، احنا بنتكلم ده كله 1300 من بعد 1300 من 1300 ل 1500 بعد كسر المراكز الاسلاميه وكسر المغول وتحولهم من الاسلام، عارف اللي فيه اكنه موجه فيضان ونزلت، فحصل انزياح للحركات الصوفيه اللي هي القياده الاجتماعيه الجديده. انزاحت فين بقى؟ في المناطق اللي الاسلام ما كانش راحها، دي الجديد بقى. فانزاح فين؟ بقيه القاره الهنديه، وراح مكمل على الساحل وراح لسواحل لا مش بنجلاديش، ما بنجلاديش جوه شبه القاره الهنديه، لا راح للسواحل اللي هي اندونيسيا والفلبين ماليزيا، المناطق دي توسع جدا الحركات الصوفيه فيها جدا. خلاص بعد كده
جنوب الصحراء الافريقيه. جنوب الصحراء الافريقيه الحركات الصوفيه مع التجاره ما فيش عنصر مقاتل خطر. المغول جه قضوا على كل حاجه وهم اسلموا، فما فيش. العالم الثاني حاله من الاستقرار. المماليك موجودين، الممالك اللي في المغرب موجودين، الناس بس اللي بتحارب اللي في الاندلس. في حاله احنا هنقعد من 1300 لغايه تقريبا 1450. دايما يقول لك ايه الرائي الناظر الى الكوكب الارض يظن ان كوكب الارض على وشك التحول للاسلام بالكليه. ليه؟ مفيش حته. المغول هم دمروا كل المناطق دي واسلموا، فاسلموا ورجعوا نكدوا على باقي العالم وافتحوا الهند. فالهند بتخش في الاسلام، المناطق اللي المسلمين ما فكروش يحلموا ان يخشوها كل ده المغول دخلوه بالقوه. فايه بعد من الانزاح ده انزاحوا فتحوا للمد بتاع الحركات الصوفيه العجميه. فالحركات الصوفيه دي انتشر بشكل غير عادي، بشكل غير عادي، ومعظمها حركات كمان في حركات منها راكبه على طرق يعني التصور السياسي بتاعها عالي، زي النقشبنديه. يقول لك وظيفه الولي ان يحكم، يعني مش راجل درويش ولا بتاع، من اخص وظائف الولايه الحكم. فهو النقشبنديه مسيسين جدا، فانزاحوا. ايه؟ فيهم مقاتلين كتير. ده مش مقاتلين بس، ده كان منهم بعض الطرق النقشبنديه المسلمين اللي في الصين وتخوم الصين حركات كونغ فو، ومعلمين كونغ فو مشاهير وفتره قريبه يعني لغايه 1800 حاجه. تخيل نقشبندي صوفي مسلم بتاع كونغ فو، يعني حاجه كده لطيفه قوي. خلاص. انتشار الاسلام في الساحل، في المناطق اللي الاسلام ما كانش راحها ابدا ولا هيروحها فتح عسكري، بدات الحركات الصوفيه الاسلام ينتشر فيها انتشار غير عادي على السواحل. فبدات تقوم سلطنات اسلاميه هناك، سلطان مسلم اندونيسي او فلبيني او من المنطقه من الجزر دي يعني. خلاص. بعد كده الحركات الصوفيه بدات اللي هي ايه تنزح تحت الصحراء، جنوب الصحراء، بسبب القوافل والتجاره والحركات الصوفيه. اشهر على الاطلاق الحركات اللي مؤثره جدا هناك الحركه التيجانيه، المغرب الغرب الافريقي وجنوب الصحراء. فالرائي الناظر يكاد يقول ايه اللي متبقي؟ الاسلام لسه ما دخلهوش. السور اللي واقف في وش المسلمين من اول الفتوحات الاسلاميه الاولى اللي هو القسطنطينيه. هو المسلمين مش عارفين يخشوا من الحته دي، المسلمين بداوا يطردوا. يعني حروب الاسترداد المسلمين لسه قاعدين في غرناطه وحته حواليها اللي هو ملك بني الاحمر، قعدوا 250 سنه ولا 300 سنه بيحاربوا حروب الاسترداد. فالرائي يقول لك بس باقي للمسلمين ايه؟ يخشوا اوروبا. اتحققت له امنيته 1452 او 53 انزاح حفيد عثمان بن ارطغرل. احنا عندنا عثمان بن ارطغرل، أوروخان ابن عثمان، مراد بن أروخان، محمد الأول، محمد الثاني. محمد الثاني ده اللي احنا معروف عندنا اسم الفاتح. محمد الثاني 1453. طبعا هو اللي حاصل بس عشان بس في مغالطة الناس بتصورها ان من 50 سنة تقريبا العثمانيين بيتلاعبوا بالقسطنطينية. حصل قتال داخلي وخلاف وبتاع، والعثمانيين كل مدى عمالين يتوسعوا على الممالك السلجوقية القديمة والمناطق اللي ما بقاش فيها اي حكم متماسك. خلاص. فبيقروا، فبيتلاعبوا بمين؟ بيتلاعبوا الامراء اللي الروم، يعزلوا ده ويعزلوا ده ويحاربوا ويساعدوا ده على اخوه، يدوا له فلوس وتلاعبوا بيهم تماما. فكانت القسطنطينيه في حاله ضعف شديد جدا. هيجي في الاخر محمد الثاني هيقول لك الكلام ده مش هينفع، انا مش هيهدى لي بال غير لو حكمت اوروبا. ما دام هم هفق كده واحنا عمالين نقومهم على بعض ونقعفهم على بعض، لا مش هينفع. بس المشكله ان ايه؟ المشكله مشكله عسكريه. ازاي نتجاوز القسطنطينيه؟ المسلمين جربوا، ده كان حصار، احنا عدينا كام حصار واحنا ماشيين. حصارين في عهد بنو سيدنا معاويه، وحصار في عهد سليمان بن عبد الملك، وحصارين كان يمكن ما قلناهمش حصار في عهد هارون الرشيد وهو امير في عهد ابوه المهدي حصر القسطنطينيه. فاحنا ايه يعني رايحين جايين بنحاول، ما فيش القسطنطينيه دي ما حدش عارف يخشها. فالمشكله دي طبعا المسلمين الفكره كانت ان انت عايز المدافع، بس المسلمين ما كانش صناعه المدافع، السبائك المعدنيه الضخمه دي
اللي كان متميز بيها في اوروبا النصارى. ليه؟ لان المسلمين ما عندهمش اي احتياج انه يعمل حاجه معدنيه كبيره بالتجانس ده، فما عنديش الدقه الصناعيه دي. النصارى صاحيين نايمين بيعملوا اجراس ضخمه جدا للكنائس في اوروبا، فكل الصناعه بتاعه صب السبائك الضخمه بالحجم ده بالتجانس ده بيعملها النصارى. العثمانيين قاعد على حلو، راحوا خاطفين 2 3 من احسن ناس بتعمل اجراس كنائس، وقالوا لهم، فبدأوا يصمموا كم رهيب جدا من المدافع. هم عنصر مقاتل طبعا. احنا اللهم صل على النبي يعني من 1300 ل 1552 قبل خسارتهم المعركه البحريه الضخمه بتاعت اسمها ليبانتو ولا حاجه. قبل كده العثمانيين قعدوا من 1300 ل 1552 تقريبا، يعني ما خسروش غير معركتين هامشين كده، الباقي كله مكسب. عنصر مقاتل معهم مدافع، وقع يا ابني ده كله. مع الاستعانه بالعماره المهنه، اول ما دخلوا العناصر النصرانيه دي اتعلموا منهم صناعه المدافع، بصحيين نايمين يعمل مدافع ويكبروا مدفع ويكبروا. يعني ايه؟ يقول لك لا ما ينفعش يبقى اكبر من كده، هعمل لك ايه؟ يقول لك صبوا له اكبر من كده، فبقى يعمل مدفع وياخد البلد اللي بعدها. طبعا هم عملوا يعني ايه، لو حد متتبع ممكن بعد كده نديكم ملحق في اخر الدوره للعثمانيين المسار بتاعهم من باب النظر فيه، لان احنا في دورات تانية ان شاء الله هيبقى الكلام عن العثمانيين. لا حاجه مرعبه في اوروبا. الوقت ده خلص الوضع، مصر المماليك مستقرين، مغول الهند مستقرين. 1450 الاجتياح قسطنطينية. طبعا سقوط القسطنطينية ما كانش لحظة يعني ايه لحظة استثنائية، لا ده هي سقطت، وبعد كده العثمانيين ايه قعدوا 100 سنة تقريبا، 100 سنة تقريبا، كل شوية بياخدوا بلد تانية كل 100 سنة. ما يعني ايه، لغايه ما كان يتصور ان هو العثمانيين يتصور ان العثمانيين هيروحوا ينقذوا المسلمين في الاندلس من داخل اوروبا. هم العثمانيين عملوا كده بالفعل، وبعتوا اساطيلهم وبعض القراصنه المسلمين اللي كانوا في السواحل المغربيه نكدوا على الاسبان، بس كان ان هو كان يلف لهم، كان عايز جهد. هو على البر العثمانيين عملوا كده، العثمانيين جيوشهم رجعت خدت المشرق الاسلامي الشمال افريقي كله، خدوها من المماليك وخدوا الدول المنفصله كلها لغايه الجزائر. هم عملوا كده بالفعل، بس كانوا وصلوا متاخر. يعني ايه، كان خلاص المسلمين كانوا ايه فرضهم، قعدوا ينكفوا معاهم فتره. طبعا الثورات المسلمين استمروا مده 100 سنه يعملوا ثورات داخليه 100 سنه، لكن كان المساله يعني مسألة كانت يعني عايزة وخاصة العثمانيين بعد كده انشغلوا بقتال الدولة الصفوية وبعض المغول المسلمين قرفوهم في المشرق، فكان في بعض التعطيل يعني في الناحية الثانية. فنرجع تاني للخلاصة بتاعت اللي خرجنا بيها العصر العباسي، فكرة النفوذ غير العادي للطرق الصوفية، ومعظمها عجمية، ومعظمها تصوراتها فيها كلام ضخم جدا. احنا لو حد عايز احنا قلنا يشوف التصور ده، يشوف الابعاد الصوفيه الاسلام بتاع عنا ماري شامل. لا فكره انفراط عقد الخلافه، ما فيش تصور للخلافه مركزي تاني، ما فيش بعد الدوله العباسيه. احنا هنقعد من بعد الانهيار لغايه 250 سنه يعني العالم الاسلامي مجزأ. طبعا العثمانيين اول ما هياخدوا مصر وياخدوا على هيضموا المماليك، ويعني ايه تقريبا هيبقى العالم الاسلامي خلاص بقى فيه 3 ممالك قويه، بس ايه مش ممالك على الحقيقه، هي امبراطوريات. يعني هيبقى عندنا العثمانيين. ليه العثمانيين هياخدوا هم كده خلاص؟ احنا كنا طول عمرنا واقفين ظهرنا للقسطنطينيه، لا هيبقى واخد اوروبا يعني واخد اليونان والمجر او بلغاريا، بوسنه، الهرسك، جبل الاسود، اليونان، تركيا كلها اللي هي بيزنط او قسطنطين، واخدها كلها، واخد العراق كلها والحجاز كله، شمال افريقي كله لغايه الجزائر، البحر المتوسط كله مسيطر عليه، جزء كبير جدا من ايران، كل ده خاضع ليه الدوله العثمانيه. والشاه شاه ايران او فارس، دي ايران دلوقتي حته من ارمينيا وحته من اذربيجان تبعهم، ومغول الهند، والسلاطين الساحل.
سلاطين الساحل اللي هم ايه دول هيبقوا ايه اسميا يعني ممكن يخضعوا لحد من الاباطره الاقوياء، لكن فعليا محدش يعني ايه محدش وصل لهم، يعني مفيش طريقه طبعا اللي هيوصل لهم قبل اي حد مسلم البرتغاليين، لان احنا 1500 دي مع المحك المسلمين انزاحوا جوه اوروبا، 1450 انزاحوا جوه اوروبا، لكن بعدها 1492 الاوروبيين طلعوا التفوا حوالين العالم الاسلامي، فبداوا يهاجموا ايه اندونيسيا ويهاجموا الساحل الافريقيه، وبداوا يحاربوا المماليك والعثمانيين في خليج عدن وسواحل الهند، فبدات ايه اللي هي الحقبه الحقبه الاوروبيه. خلاص بدات اوروبا ايه امتصت كل الصدمات بتاعه العالم الاسلامي، وهتبدا تنفجر من ناحيه الغرب في وجه العالم الاسلامي. طبعا العثمانيين هيقعدوا على قلبهم لغايه يعني 1550، دايما بيؤرخ 1550 اول معركه كبيره تدمير اصول العثمانيه، دمر على بكر ابيه، دمروا له 80% 85% من اصول العثمانيه. هم استعادوه مره اخرى ورجعوا بعدها ب 20 سنه ولا 15 سنه رجعوا نكدوا على اوروبا، دمروا لها كل اساطيرهم تاني مره تاني. لكن المدقق في تاريخ الدوله العثمانيه كان يعرف ان هو 1550 الهزيمه كان ليها جذور هتنفجر في وشهم بعد 100 سنه، يعني 1800 حاجه و60 نقدر نقول ان اخر موجه تمدد للدوله العثمانيه. بعد كده كلها هزائم وانحسارات، هزائم وانحسارات، ألف حاجه. طبعا ده بعيد عن الحقبه اللي احنا بنتكلم فيها. الدوله العثمانيه كانت قويه جدا من الناحيه العسكريه. ما هي قعدت الدوله العثمانيه بدات 1300 تقريبا من اول ارطغرل لغايه 1924 600 حاجه و20 سنه. لكن عصر القوه من اول 1300 ل 1550 اخر مد، يعني لسه كانوا بيحاربوا بيغزوا هم اللي محاصرين مش متحاصرين، من اول في 1300 ل 1664 اخر حصار لفيينا، حصار فيينا الاخير 1664 او 1668. ده كده خلاص العثمانيين بعد كده هم بيتلقوا هزائم وحصارات وبتاع، احيانا بيكسبوا احيانا بيخسروا، لكن ما فيش اللي هو ايه الدوله العثمانيه. اللي هو زمان الدوله العثمانيه يعني هيفضلوا، مش معنى ذلك ان انا بقول لك ان هم خلاص انهاروا، لا هم هيفضلوا قوه ضخمه كمان. يعني هو الدوله العثمانيه مش هتبقى على هامش الحياه غير بعد حرب القرن 1800 وحاجه، يعني كده خلاص، يعني 1840 اللي هو عصر التنظيم، اللي هو ان من ناحيه الثقافه والهويه وبتاع هو خضع تماما. يعني هو عمال يتعلم منهم وياخد سلاح منهم ويجيب ناس تدربه ويترجم كتبهم وبتاع، يعني ما يعني لكن ده احنا بنقول ما دام حصل ده في 1800 جذره بادئ من يعني عشان كده حصار فيينا الاخير ده خسرته الدوله العثمانيه برغم ان هي كانت اقوى وجيوشها اكبر، لكن في خلل ما داخلي. الخلل ما الداخلي ده الناس طبعا كل الكتابات مكتوبه على ده. ليه حصل ده؟ وايه الجذر بقى اللي احنا بندور عليه ده؟ هم ليه حصل لهم ده؟ ايه مكونات وليه هم حصل لهم ده في نفس الوقت اللي اوروبا صعدت فيه؟ ده ايه؟ لو حد عنده سؤال او تعليق يتفضل. سؤال او تعليق. لا هي الدولة العباسية سقطت بدري، يعني احنا دايما بنقول فعلا الدولة العباسية الحقيقية حوالي 100 سنة. بعد كده يكاد يكون العنصر العجمي المقاتل أدرك ان هو اللي بيحكم، ان اللي بيحكم هو القوي. مفيش نظام سياسي متزن مستقر نعرف نتحكم ليه، ده مش موجود. هو هل كنا مدخلوا عنصر عجمي في الحكم او كده؟ هل كان غلط ولا لا؟ هم افسادهم الفقه السياسي اولا، هم والامويين. يعني واحد يقول لك ايه، لا الامويين اللي هم عملوا كده، لا العباسيين يعني كانوا ملائكه، العباسيين جو التوريث اللي عملوه بنو اميه هم عملوه بل اسوأ منه. الاقتتال الداخلي عملوه. واحد يقول لك ايه، الامويين قتلوا آل البيت، لا العباسيين ما عملوش حاجه للعلويين قعدوا اول 120 والله هو يعني 100 سنه كامله كل الخروجات اللي بتخرج على بني العباس منهم لازم حركه علويه، واللي بيقتل ده ابن عمه وعلوي من آل البيت. فالمساله ايه؟
بس اللي زاد على بني العباس عن الامويين ان هم افسدوا تصور. يعني الامويين كانوا بيقول لك احنا بنحكم بالدراع يلا لو تقدر علينا كسبنا. الامويين كانوا واضح ان هم جايين بالقوه خلاص. طب العباسيين لا، ده انت لازم تكون من البيت. هم افسدوا جزء من التصور العام طبعا مع شوائب اخرى. يعني دي ضعيفه الموضوع اللي هم كم من الاحاديث اللي وضع في هذه الحقبه. يعني احنا المره فاتت اتكلمنا على فكره الوضع. يعني ساعتها 4-5 فرق كل واحد ليه مصلحه انه يتولى السلطه، وضع احاديث لنفسه. يعني الامويين البيت الاموي كان فيه بيت مرواني بيحكم بيت سفياني، السفيانيين دول ما كانش لهم حكم، فوضعوا احاديث في السفياني المنتظر. والاحاديث دي موجوده لغايه دلوقتي في كتب الملاحم والفتن، ومع موضوع او ضعيفه معروفه. لكن ايه السفياني؟ اشمعنى السفياني؟ ساعتها كان عايزين يقولوا خلاص. واحاديث المهدي، عشان كده معظم اوائل بنو العباس العصر العباسي الاول تلاقيه يسمى ايه؟ المهدي والهادي المنصور. يعني في احاديث هم وضعوها المنصور والمنصور اليمني. دي اساطير عربيه قديمه قبل الاسلام انه مخلص ومنتظر وبتاع. القحطاني، احاديث القحطاني ما هم يمنيه برضه، عشان اليمن العرب اليمنيه اللي كانوا في خراسان، فكان ضيطه بصراحه. بس احنا دايما نقول ايه رضي الله عن اهل الحديث ان هم ايه اكذب انت براحلك واحنا قاعدين. يعني يقول لك ايه وكذبوا وايه اللي حصل ولا حاجه، هي راجت على العوام، راجت على العوام. لكن العلماء قاعد يقول لك يعني ده دخل في الدين ولا دخلش ولا حاجه. امال اهل الحديث كانوا قاعدين بيعملوا ايه؟ مش كده تلاقي ايه كم من الاحاديث اللي موجوده في المهدي المنتظر مهوله اهل العلم يصححوا حديث او 2. في ناس بتضعف كله يقول لك ولا واحد فيهم يرتقي ان هو يكون قوي يعني. لكن اللي هو انت كذبت 100,000 حديث، انا عرفت ان كلهم مكذوبين. بس ده من الناحيه العلميه. من الناحيه الاجتماعيه لا، الموضوع راج. حتى يعني بقول لك العباسيين احاديث المهدي المنتظر. وعشان كده محمد النفس الزكيه كانوا ابو جعفر منصور حبس اخوه حبس ابوه، فرسل ابوه قال له خلاص انا ابايعه لانه كان راضي يبيعه، فعشان كده حبسهم له. فقال له انا ابايعه، قال له لا ما تبيعوش انت المهدي. هم مربين من هو صغير ان هو المهدي. فهو ايه في واحد يقول لك يعني هو كان بيكذب حاجه من 2، يا اما بيكذب عن قصد وده ممكن الانسان يعمله عشان هوى او كده، قاعد يقول لك بس من اهل البيت ما يحصلش حاجه من العباسيين من اهل البيت برضه. او حاجه ثانيه اللي هي ايه اللي احنا يعني ايه هو يكون في حديث فعلا بالمعنى ده، في بشاره بان في حد يملا العرض عدلا، فهو يتوهم ان هو. عشان كده محمد نفس الزكي اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله. وسيدنا الحسن ابن عبد الله ده ابن محمد اللي هو محمد نفس الزكي، فهو اسمه محمد بن عبد الله. حلوه ولا مش حلوه؟ محمد بن عبد الله ومن ولد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، ويملا الارض حدلا. هنشوف. هو الراجل تصور او متصور او متوهم ان هو المهدي، وخرج وقتل، وابراهيم قتل، والادريس كلهم دول اخوات. محمد بن عبد الله ابن الحسن، وابراهيم بن عبد الله بن الحسن، يحيى بن عبد الله بن الحسن، الاخير ادريس ابن عبد الله بن الحسن، وهكذا كله ايه. طيب نكتفي بهذا القدر. حد عنده سؤال قبل ما ننطلق؟ لا جنكيز ما دخلش، ما كانش هو اللي في بغداد. لا جنكيز لا، جنكيز قبل كده. ما هو هولاكو ده ابن جنكيز خان. جنكيز خان هو اللي خرب المنطقه اللي هناك، يعني هو اللي السلاجقه والخوارزميين هو اللي ارتطم بيهم. وولاده هم اللي دخلوا العالم الاسلامي. لا كانوا كفار لسه. ولادهم هيحتكوا بالعالم الاسلامي وهم مسلمين، وهياخذوه برضه ويخربوه على فكره. يعني برضه دول لا حاربهم برضه المماليك مره ثانيه يعني. لما قزان اللي هو مغولي هيجي ثاني هو مسلم، بس المسلمين هيحاربوه برضه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.